ربما انتخب جمال مبارك رئيسا لمصر لانه ابن جيلي وشاب وربما يعمل حاجات كويسه بتحب رئيس مبارك؟ ليس لدي اي سبب لكراهيه الرئيس مبارك، بالعكس انا احبه واقدره، وهو بمقام الرئاسه وب 28 سنه حكم كان موضع محبه، هو يعني موضع محبه واحترام وتقدير رئيس الوطن وشعبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرئيس مبارك فضل مصلحة الوطن على أي اسم وعلى أي مصالح أخرى. هذا الرجل حافظ على مصر. رجل بيستمع جيدا، رجل في البساطة الريفية يمكن أن تقول، يعني بتحس معاه بالألفة بسهولة. انا على الملأ بقول له حقك عليا يا ابو علاء، انا غلطان. بقول لك انا بعتذر للرئيس حسني مبارك بالاسم. نحترم موقف الرئيس مبارك انه يقف. هذا الرجل حافظ على مصر. عندما استمع الى الجيش والشرطه وانا جوه الشقه بيهتفوا الله اكبر، هذا جيش طائفي وكانه يواجه الاعداء. كبر وكبر واتجوز وخلف، ويمكن انتوا سمعتوا قبل كده في حديث الرئيس مبارك انه كان بيكوي بنطلونه بايده، وكانت السيده سوزان مبارك بتساعد في البيت وتطبخ وزي اي سيده عاديه، وما كانش في احلامهم اطلاقا انهم يبقوا على يعني راس هذه البلد. شوفوا بقى لما يبقى يكبر ويبقى رئيس جمهوريه وينجح ويعمل انجازات ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، مهما اختلفنا او اتفقنا يظل الرئيس حسني مبارك فيه لمسه انسانيه رائعه. انا بتكلم على قد ايه الانسان لما يبقى عنده عطاء انساني جميل جدا، والسيده سوزان مبارك بتعمل حاجات انسانيه رائعه، وبعدين يروحوا مخبوطين خبطه زي اكثر من مره ان اتمنى ان ادير حوار مع الرئيس مبارك، ويا ريت تسمحوا لي ان انا ادير حوار مع الرئيس مبارك، ولو انا قدرت حوار مع الرئيس مبارك هقدر اوصله للجماهير بصوره افضل بكثير من عبد اللطيف المناوي ومن اخرين، لاني هقربه للناس. انت تعمل في تلفزيون مصر وتتقاضى اجرك من اتحاد الاذاعه والتلفزيون وتتبرأ منه، وانت حرصك على شعبيتك وشهرتك وجماهيريتك كان اكثر حرصا على انتمائك للمكان اللي بتاكل منه عيش. تمام يا وزير. وحرصك على ان عقدك يتزايد كل سنه من 7 مليون ل 9 مليون. الرئيس بيرفض ان في بعض الاحيان بعض الناس تبطش بالناس لمجرد مزاجهم. اللي كان بيفتح بقه كانوا بيذلوا امه. دي تبقى مكمله. الراجل ده في عهده ولا صحفي دخل السجن، وانا بعتبر صحفي، انا عضو نقابه صحفيين. يعني ايه يتكلم عليه ويقول ما حدش يكتب عن الفكر بتاع سيادته 3 صفحات؟ احنا كنا مذلولين يا جماعه. احنا عندنا رئيس فيه ميزه لطيفه جدا، انك تروح تعرض عليه تقول له يا فندم والله الواد ده امبارح طلع بتاع مش عارف ايه. فهو من النوع اللي ممكن ياخد الكلام ده ويسال هو الواد ده قال ايه امبارح؟ طب هاتوا لي السي.دي. اوعوا تشغلوا الواد ده، اوعوا تشغلوا الواد ده زي الكلب. النهارده يا يسري احنا بنحتفل بايه؟ قول ورايا. احنا بنحتفل بانتهاء الذل. سقفك في الدين لفين؟ كانوا بيطلعوا دين امهم. يعني في ذوق في التعاطي مع هذا الرجل، وهذا الرجل قياده تاريخيه. يعني مش هيجي خلاص دي اخر، انت عارفه في العالم العربي ده بيقول قيادات تاريخيه، دي اخر قياده تاريخيه في مصر. خط احمر لعمرو اديب الرئيس برقابه ذاتيه ام رقابه خارجيه؟ لا ذاتيه.